هحكي لكم حكايتي مع كهف ملح سلمان، مكانه في البوسيت في مرسى مطروح أمام جويل بيتش. عايزة أقول لكم إن أنا هناك حسيت بتنقية الهالة الطاقية لجسمي. الجلوس وسط الجدران الملح ساعدني جدا على امتصاص الشحنات السلبية اللي كانت موجودة في جسمي. استرخاء تسحب روحك لمكان غريب. حسيت ساعتها إن أنا موجودة في بيئة غريبة بتسحب مني طاقة. هنا بدأنا ندخل وبدأت أشوف. مش قادرة احكي لكم قد ايه كنت مستمتعة جدا وانا بستكشف المكان، بس فعلا كان مساندة للتأمل واليوجا. قعدت اتفرج على المكان بشكل مبهر. وهنا بدأت الجلسة بأجواء وسماع آيات من القرآن الكريم. كهف سلمان مش بس بيسحب منك الطاقة السلبية، ولا فقط بيحل المشاكل التنفس، وسيلة فعالة لإزالة الطاقة السلبية واستعادة التوازن النفسي وجلب الهدوء والراحة. ما اكذبش عليكم، حاسة اني عايزة اروح تاني. السيشن مدتها قصيرة او هي طويلة ما حسيتش، بس حسيت بفارق نفسي كبير جدا يبدأ من الراحة من أقدامي. هنا دي الأجواء وكل حاجة صورتها لكم. أتمنى تعيشوا نفس تجربتي وتروحوا كهف ملح سلمان. الطاقة اللي هناك غريبة عجيبة، سحبتني. قعدت أفكر وأتأمل، وعاملينه بديكور شيك قوي. حسيت ساعتها ان انا بره المنطقة، بره اي مكان. انا والاستمتاع، انا والتأمل، انا والانسجام.